صباح الفل عليكم او مساء الفل حسب ما بتشوفوا الفيديو. يومكم كله حليب وقشطة وسعادة. هنعمل النهاردة مع بعض ازاي نطلع من 5 كيلو حليب كمية يا جماعة مش هتصدقوها من القشطة، وطبعا ممكن تعمليها زبدة. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا جبت 5 كيلو حليب، غليته على النار وبدأت أرفع إيدي كده وأنزلها بكوباية أو بمغرفة أي حاجة، على أساس يعمل معاكي رغاوي كتيرة. الرغاوي دي بتطلع معاكي أكبر كمية من القشطة. دي أول خطوة. وبرضو أول حاجة عملناها إن احنا جبنا الحليب ده من مكان موثوق فيه لبن جاموسي كامل الدسم عشان يطلع معانا أكبر كمية من القشطة. متفقين لغاية دلوقتي كده على الخطوات الحلوة بتاعتنا. غليت اللبن وسبته يبرد، وبعد ما برد حطيته في التلاجة 3 أيام بلياليهم. 3 أيام بلياليهم متغطي في التلاجة، ما يتحركش من مكانه. تمام، زي ما احنا شايفين ما شاء الله يا جماعة طبقة القشطة، بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قشطة حلوة قوي. وكل ما هتجيبي الحليب من مكان موثوق فيه ممكن كمان يطلع معاكي اكتر من الكمية اللي طلعها معايا. هقول لكم معايا دلوقتي وهنوزن على الميزان، هنشوف طلعت لنا قد ايه قشطة. ما شاء الله على الجمال بجد. الحليب والقشطة والخير ده في البيت بيحسسك كده بالسعادة. شايفين ما شاء الله يا جماعة. 5 كيلو حلوين قوي قوي قوي. ربنا يبارك لها بصراحة بتاعة الحليب اللي انا اشتريت منها، ويبارك لكل حد عنده ضمير بصراحة. لانك انت ممكن تجيبي حليب وتعملي زي الفيديو وتجيبي ال5 كيلو وما يطلعوش معاكي كمية القشطة دي، وممكن تجيبيه برضو ويطلع معاكي اكتر. هو رزق بقى. يلا انا هوزن معاكم القشطة الحلوة دي وهنشوف هي طلعت لنا قد ايه. الطبق ده معايا وزنه 50 جرام، فهنشيلها نخصمها من الوزن بتاعنا بالشكل ده كده. طيب انا بقى الحليب ده بعمل فيه ايه؟ هو تقريبا ال5 كيلو لما شلنا منها القشطة مع شوية مثلا الغليان برضو اتبخر شوية، فبقوا 4 كيلو حليب. باخدهم اقسمهم في اكياس واسيبها في الفريزر. هنوزن مع بعض القشطة الحلوة دي. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. 700 جرام، هتشيلي منهم 50 جرام الطبق، يبقى 650 جرام من القشطة البلدي الطازة التحفة بتاعتنا. عايزة بقى تحوليها زبدة، تمام. عايزة بقى تعينيها كده في علبة تستخدميها، تبقى تحفة يا جماعة في الرز بلبن والمعمر كاسترد. يعني بصراحة هتعملي اللي هو الرقاق بتحطي على وشه كده في الآخر معلقتين قشطة. بصراحة يا جماعة مفيش أنا عمري ما أجيب قشطة من بره طعمها زي القشطة بتاعت وش اللبن. لو انتم متفقين معايا قولولي، واشوفكم في فيديو جديد مع ألف سلامة.